واحد بيحكي امبارح الساعة 12 بالليل وانا راجع من الشغل بعد ما وصلت البيت افتكرت ان مفيش اكل في البيت، فدخلت الشقة وسبت الشنطة ونزلت تاني علشان اجيب اكل. وصلت عند البقال لقيت واحد كبير في السن ومعاه عيل صغير، والواد الصغير عمال يزعق معاه، فسمعت الراجل بيقول له احنا معناش غير 10 جنيه هنجيب بيها جبنة وعيش. والواد كان مصمم انه ياخد ال 10 جنيه كلها يشتري بيها لعبة عجباه. المهم الواد كان متضايق قوي، والراجل الكبير غلبان جدا ومش عاوز يزعله ولا يكسر بخاطره، فالراجل قال له بكره تجيلنا فلوس وهجيب لك اللي انت عاوزه. رد الواد وقال له انت كل مره بتقول لي كده ومفيش حاجه بتيجي. الاب قال له ما تقلقش، خلي ثقتك في ربنا كبيره انه يقدر يفرحنا ويبعت لنا فلوس. الواد ساعتها بص للراجل بصه غريبه قوي وحط ايده في جيبه وقال له طب ما تخلي انت ثقتك في ربنا كبيره وهات ال 10 جنيه اجيب اللعبه وهو يرزقنا بعد كده. لقيت الراجل اتثبت في مكانه بعد ما سمع الكلمتين دول، لكن انا كان عندي فضول شديد جدا اعرف ردة فعله هيكون عامله ايه على الولد ده. قام خده من ايده بابتسامه حلوه كده وقال له عندك حق تعالى، وراح جاب له اللعبه اللي هو عاوزها. الولد فتح اللعبه فوقعت منها 100 جنيه. بعد اندهاش الراجل من الفلوس اللي وقعت عرفنا ان اللعبه فيها مكسب لما تفتح المكعب اللي فيها. فالبقال ضحك وقال للراجل الواد اللي معاك ده مرزوق، كل العيال بتكسب حلاوه والبان وهو كسب فلوس. ضحك الراجل وقال له لا وانت الصادق، ربك محبش يكسفني قدامه، اللي يرمي همومه واتعابه واوجاعه على ربنا مستحيل ربنا يكسفه. بس كده، سلام عليكم.